اللي يقرر يزعل منك ويقفل الباب اللي بينك وبينه من غير عتاب ولا شرح ولا أي توضيح ولا مبرر، اقفلي بابك انتي وراه واوعي تفتحيه تاني، ولا تجري وراه تقولي هو ايه اللي حصل، ولا سبتني ليه، ولا في ايه. أبدا أبدا، حتى لو كنتي غلطانة لا تروحي ولا تعتذري ولا تبرري، لأن اللي شريكي وباقي عليكي، سواء كان حبيب أو أخ أو زوج أو صديق أو صديقة أو حتى معرفة، هيجي يسألك ويعاتبك ببساطة شديدة. العتب يبقى الواحد بيشتريكي، لكن إن أنت قفلت أو قفلتي باب العتاب، معنى كده إن الشخص ده قفل باب الرجوع وكان بس مستني غلطة بسيطة صغيرة عشان يقفل الباب. لا عايز يسمع ولا يفهم ولا يتكلم، ولا عايز حتى يديكي فرصة التبرير. فليه تجري وراه؟ وليه تضيعي من وقتك على حد مفكرش ان هو يعاتبك؟ اللي زعل من غير عتاب وقفل الباب، اقفلي انتي وراه مليون باب ومليون قفل. العتاب على قد المحبة، وطالما مشي بدون عتاب وبدون مبرر، يبقى ما كانش فيه محبة.